وداعا عامر منيب ملك الرومانسية. لو عرفوا رحمتك، لو حسوا حنيتك، لو داقوا مرة محبتك، لو كان هدفهم جنتك، كانوا عشقوا طاعتك يا الله. شهد عزاء الفنان الراحل عامر منيب إقبال شديد من نجوم الوسط الفني من أصدقائه المقربين من الراحل، الذين ارتبطوا معه بعلاقة صداقة قوية خلال مشواره الفني، والذين شهدوا جميعا للراحل بحسن الخلق والسيرة الطيبة التي لزمته طوال عمله بالمجال الفني لأكثر من 20 عاما متواصلة. عايز اقول بقى في حياتكم، وانا يعني بقدم التعازيه لاسره هذا الشاب الجميل عامر. والحقيقه هو كان شاب مثال للشاب الجيد، وكان مطرب جيد، وكان منفرد، وما كانش بيعمل زيطه حواليه خالص، كان بيشتغل في هدوء، وكان هو حتى على المستوى الانساني كان هادي وكان لطيف جدا. رحم الله عامر منيب. كان صديق عزيز عليا جدا وضيف حياتنا جميعا، وبتمنى لأسرته الصبر والسلوان. بقية في حيات مراته طبعا وولاده، والله يصبرهم. ومش عارفه اقول لك ايه، هو راح بدري قوي وصغير قوي وتعذب قوي قوي قوي، ربنا يرحمه ويجعله من اهل جنته. مش عايزه اقول ربنا يصبر مراته وولاده، يعني ده اكتر حاجه. نقول الله يرحمه ويجزل ثوابه بقدر ما امتع اصدقاء واحباء. ما دايما لوجه الله، ما دايما لوجه الله، ومفيش حد يغلى على ربنا. كلنا ملاقوه ان شاء الله. وعامر طيب، عامر شخصيه محترمه جدا، وشخصيه تستاهل الدنيا تتقلب عليه كده بامانه يعني. وهو مش هيغلى على اللي خلقه. بقاء لله، وربنا يتغمده برحمته. وهو ربنا سبحانه وتعالى ليه حكمه انه ياخد الناس الطيبين، وربنا يرحمه. ربنا يرحمه. كان نعم الاخ ونعم الصديق ونعم الانسان، ومفيش حد ما يحبش عامر منيب، فربنا يرحمه ويتغمده برحمته ان شاء الله. قل بقاء لله، وربنا رحمه طبعا، لانه تعب عامر والاسره تعبت معه، هو تعب قوي، فربنا رحمه وربنا يرحمه في الاخر ان شاء الله. بقاء لله. مش قادره اقول غير البقاء لله، وربنا يصبر اهله ومراته وولاده، وهو في حته احسن مننا بكتير. ربنا يرحمه. بقاء لله. ربنا يتغمده برحمته يعني، وربنا يرحمه ان شاء الله. وهو كان انسان عزيز علينا كلنا، يعني هي اخرتنا كلنا كده يعني، بس يعني ربنا يرحمه يا رب تولاه. الله يرحمه ويحسن اليه. والله الواحد مش عارف يعني يقول ايه. عامر ده كان حاجه جميله قوي، كان اخلاق وكان متربي. ما اعتقدش ان في حد في الدنيا كان ممكن يكره عامر مثلا، او يبقى بينه وبينه موقف، لانه ما عندوش الحته دي ابدا. كل الناس بتحبه، كل اصدقائه بيحبوه. يا ربنا يتغمده باحسانه وبرحمته يا رب. ربنا يرحمه، ربنا يرحمه ويصبرهم ويصبرنا يا رب. ربنا يصبرهم، وان شاء الله ربنا معاهم باذن الله. وعامر كان انسان جميل، وهيفضل انسان جميل ومحبوب زي ما هو كده. والبقاء لله شكرا. البقاء لله، ونقرا له الفاتحه جميعا، وربنا يتغمد. بقول الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه ان شاء الله يا رب. كل محبيه طبعا هم عارفين ان شاء الله هو في الجنه، وهو باقي معانا باعماله وبصوته اللي هيكون موجود معانا دايما، وبدعوات كمان برضو كل محبيه يدعوا له بالرحمه، وربنا يغفر له ذنوبه يا رب ويسامحه. والله انا بقى لله وحده حبيبي، بقى لله وحده. انا هقول لك، انا ما شفتش عامر الا في كامل صحته وبالمعكوره. انا عامر يكون في عزاء، مش انا اكون في عزاء، انا اسف.
يا رب عفوك ورضا سامحني يا رب ارزقني يا رب اغفر لي يا رب استرني يا رب نطلب له الرحمة. احنا فقدنا إنسان غالي وعزيز يعني يعتبر مثال للأخلاق والأدب في جيله، مثال يحتذى به. فقدنا إنسان عزيز يعني، بس ما بيغلاش على اللي خلقه يعني. ما نقدرش نقول حاجة غير إنا لله وإنا إليه راجعون. بقاء لله. الله يرحمه، الله يرحمه. هو اللي اكتشفني واكتشف الجيل كله اللي موجود ده. بقاء لله. بقاء لله. لا يقول الله يرحمه. الحقيقة كان يعني خير الفنانين الحقيقة، وكان على خلق وكان ملتزم ومحترم. ندعو له كلنا انه ربنا يرحمه ويدخله الجنة ان شاء الله. ربنا يصبر اهله طبعا ويصبر كل معجبينه. عامر فنان جميل ورحل في عز شبابه طبعا، وجيعة كبيرة جدا، لكن كلنا بنترحم عليه واكيد هو في مكان احسن. اقول البقاء لله وربنا يصبرهم يا رب. بعزي نفسي فيه، وهو راجل جميل جدا وترك ذكرى عطرة وترك سيرة جميلة جدا. كان إنسان لما اشتغلناش خالص، بس أنا كنت بحبه لله في الله، ويعني فعلا هو ترك فراغ جميل جدا كبير قوي. هو إنسان جميل والله يرحمه ويحسن إليه، وفنان جميل يا حبيبي. يعني هو أنت لا تملك في هذا التوقيت غير أن أنت تدعو بالرحمة، إنما الحب اللي موجود وهذا التواجد مش من فراغ، ده من أعمال حقيقية، ومن إنسان كان صادق وإنسان كان مؤثر في الآخرين. فبالتالي شفنا هذا التواجد وشفنا هذا الحب اللي يستحق عامر، واللي بندعو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبله وأن يجعله في جنات الخلد، وأن يعفو عنه ويثبته عند السؤال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يصبرهم ويصبرنا، لأنه احنا يعني فقدنا كبير. يعني احنا خسرنا كتير قوي بوفاة عامر، على المستوى الفني طبعا الناس كلها عارفة، وعلى المستوى الشخصي كل الناس اللي كانت تعرف عامر تعرف اللي أنا بقوله، إنه إنسان على خلق وإنسان طيب، عمره ما كان عنده مشاكل مع حد، دايما بيحب زمايله، دايما صاحب واجب، وواضح إن الناس الكويسين ما بيطولوش. الله يرحمه. ربنا يرحمه ويصبر أهله ويصبر ولاده. كان حبيبنا كلنا يعني، وكان غالي علينا. بقاء لله. الله يرحمه. البقاء لله. وقولوا الفتح. الله يرحمه وسامحه، الله يرحمه وسامحه، الله يرحمه. اقول ايه؟ البقاء لله. اللهم ارحمه واجعل مثواه الجنه، اللهم اجعله في عليين، اللهم اجعله مع الصديقين والشهداء، اللهم شفع فيه الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صبر اهله واجعل مثواه الجنه. ما فيش اكتر من كده. عايزه اقول البقاء لله، وان دلوقتي ما فيش قدامنا غير ان احنا ندعي له، لان الدعاء هو اللي بينفع الانسان لما ينتقل الى جوار ربه. فان احنا ندعي له بالرحمه ويا رب ويجعل الجنه مثواه ويسكنه فسيح جناته، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب. وبقول إن ربنا يصبر أهله وزوجته وأولاده وزملائه ومحبيه، لأنه كان إنسان محب للجميع، وكان إنسان خلوق وفنان جميل بجد. يعني فقدناه، لكن هنعمل ايه؟ هذه هي الدنيا. لو عرفوا رحمتك، لو حسوا حنيتك، لو داقوا مرة محبتك، لو كان هدفهم جنتك، كانوا عشقوا طاعتك يا الله. عامر منيب ربما يكون قد غاب بجسده عن عالمنا، ولكن روحه وأعماله ستظل باقية معنا، وسيرته الطيبة التي جعلت كل من يعرفه على المستوى الشخصي يحزن بشدة على رحيله المفاجئ.
الذي كان صدمة كبيرة للوسط الفني ولجمهور عامر الذي رصاها كثيرا على صفحات الفيسبوك وتويتر، مودعين واحد من أهم نجوم الغناء لجيل الوسط بعد أن ظلوا لسنوات يلقبونه بملك الرومانسية. بقاء لله، نحسبه من الشهداء، تعب طبعا ونحسبه يعني يتحشر بين الشهداء والصالحين والأنبياء. الواحد قضى معاه أيام جميلة ومارس معاه أنشطة جميلة واستمتع بفنه، وفي عز شبابه الحقيقة، في عز يعني مرحلة العطاء، لكن دي إرادة ربنا. ويعني كل عزائنا أنه كان إنسان جميل وصالح، وربنا يكرمه ويجعل مسواه الجنة إن شاء الله. ربنا يرحمه يا رب، وإن شاء الله ندعي له بإذن الله، وهو بإذن الله في الجنة إن شاء الله. ربنا يرحمه. ربنا يصبرنا جميعا، ويا رب يثبته عند السؤال وينور قبره ويرحمه ويصبر أهله ويقدر مراته إن هي تشيل الحمل اللي هو سابه لها. ربنا يكرمها يا رب ونعم بالله. إنسان جميل وصاحب جميل وصديق جميل، واحنا اشتغلنا مع بعض وقد ايه لمست فيه روح الوفاء والاخوه اللي انتوا اكيد شايفينها من زمايله دلوقتي ومن اصحابه. وان شاء الله عملك الطيب في الدنيا هيعود لك في الاخره، وربنا يصبر اهله. بقاء لله. واحنا كلنا فقدنا نجم مهم ومحترم جدا، اهم من مطرب، يعني ان هو بني ادم محترم قوي ونجم انا بحبه وبحب كل اغانيه، وربنا يرحمه يا رب ويصبر اهله باذن الله. بقاء لله، وبعز اسرته كلها واولاده وربنا يصبرهم. يعني هو اخ كبير ونجم كبير واخ عزيز علينا كلنا، والله يرحمه يا رب، وربنا يجعل مسواه الجنه. ويعني مش عارف اقول ايه، يعني هو ربنا يعني راح للي احسن من اي حد يعني، بس احنا افتقدنا نجم كبير، الله يرحمه يا رب. فنان جميل راقي محترم مؤدب، يعني من صفوة الناس، يعني كان بقاء الله الله يرحمه. شكرا. جاي اقول انه السنه دي ده تاني اطيب قلب في المطربين اتوفى السنه دي للاسف. مش بقول تاني واحد، يعني اول واحد كان طلعت وبعدين هو، ثم الاتنين، الله يرحمهم. والله ما فيش حاجات تتقال كتير، هو الحزن باين على وشنا كلنا، والله يرحمهم كلهم ويرحم كل الناس اللي مات يا رب العالمين. طبعا صدمة كبيرة، فنان جميل وإنسان جميل ولا ننسى جدته العظيمة ماري منيب، فخسارة كبيرة، والبقاء لله يعني، ونطلب من الله الصبر والسلوان لعائلته. احنا كنا اصدقاء، ما كناش اشتغلنا لسه مع بعض، كان ان شاء الله كان ممكن يبقى فيه شغل بعد كده، لكن ربنا ما اردش. بقول يعني ربنا يعوضنا ويعوض اهله قوي، لان عامر ما كانش مجرد فنان عادي، كان مميز، كان على خلق، كان منضبط وملتزم جدا، وكان متواضع بشكل خطير يعني. اقول البقاء لله، ما فيش حد هيدوم فيها يعني، وكان راجل جميل وامير الامراء، وراجل جدع وحنين وصلة رحم ما فيش بعد كده، الله يرحمه ويحسن اليه. اقول البقاء لله، وعامر منيب الفنان المرحوم باذن الله. طبعا كل ما حد بيتكلم معايا يقول لي شفت عامر منيب الله يرحمه وتوفى، ما حدش فيش اتنين اختلفوا على شخصيه هذا الرجل، وهو دائما ان شاء الله عامر في قلوبنا بسيرته الحسنه ان شاء الله. دي حقيقه، مش كلام بقوله، ده حاجه كلام من قلبي يعني. يا رب عفوك ورضاك، سامحني يا رب، ارزقني يا رب، اغفر لي يا رب.